طب انت بتقول المغرب، انا بقول لك يا عم مصر لو لعبت المغرب مصر هتكسب. مصر لو لعبت البرازيل هتكسب. عندنا كلام كتير النهارده. منتخب مصر، هل منتخب بنين منتخب ضعيف؟ ماتش سهل، ماتش صعب، هنعمل ايه؟ التشكيله المناسبه، كل الكلام ده. بس قبل ما نخش في اي احداث واي تفاصيل، خلينا نرحب بكابتننا كابتن ياسر راشد. عامل ايه يا ابو كباتن؟ سيف الله يكرمك وانا ببقى مبسوط والله. خلي بالك احنا بنحاول نقدم حاجه كده سيبك بس من اي حاجه. قعده الشتاء دي، قعده الشتاء، خلي بالك، ما سيبك بقى من الشاي وسيبك من الحاجات دي، واخد بالك يعني بالدنيا هي قعده القهوه هنا. الحته اللي هناك دي ملقف. خلاص بقى اللي هناك دي تلج. عايزك تيجي هنا على طول. تشرب ايه بس كده في الجو ده؟ بقول لك ايه، قول. في سحلب؟ نجيب سحلب. ماشي نجرب السحلب. بقول لك يا صاحبي، انا عايز سحلب يا يوسف. تعالى يا جو. عايز سحلب الكابتن ياسر عشان الكابتن ياسر نفسه في سحلب. في سحلب؟ دكتور الصراحه ماشي. وعايز شاي مظبوط. هو والله شايف بس استنى طيب كده، خلينا نخش كده في الدنيا كده. دلوقتي مصر دلوقتي هتلاعب بنين. مصر دلوقتي خلاص صعدت اول مجموعه ب7 نقط. ماتش بنين، ناس تقول لك بنين فرقه صعد احسن توالد، فناس تقول لك فرقه عاديه. مصر ماتش سهل، ماتش صعب، صعوبته في اللي الناس ممكن تكون مستسهله الفريق. شايف اداء منتخب مصر في دور المجموعات، وبناء عليه ماتش بنين شايفه ازاي؟ هو منتخب مصر يعني عمل المطلوب منه. حلو. عمل المطلوب منه ان انت صعدت اول، واخد بالك، وبشكل كويس، 7 بونت وحاجه محترمه. تمام. النهارده انت بتتنقل لدور تاني. الدور التاني ده اللي هو يعني بيبقى فيه اقصاء، فيه خروج مغلوب. يعني مفيش اي تعويض. انت ممكن الكلام ده ممكن تقوم عامله في دوري المجموعات. فالنهارده ال 16 فرقه اللي وصلوا، التحضير بتاع الماتش يبقى مختلف. طبعا ده اكيد لان بقول لك المباراه الاقصائيه دي هتبقى فيها ضغط نفسي وعصبي كبير جدا على اللعيبه، وكان الله في عونهم. النهارده هو كابتن حسام استغل المباراه اللي هي الثالثه، كان ضمن الصعود وكده، فابتدى يجهز كل البدلاء وكل الناس اللي موجوده، واخد بالك. بس هنا كان فيها برضه تغييرات، وكان فيها شويه علامات استفهام. زي ايه؟ انت النهارده مثلا يعني نتكلم بمنتهى الموضوعيه، يعني فرود زي مصطفى محمد، يعني غريبه دي، كنت لسه اسالك عليه صراحه. يعني ما هو انت محتاج تديله اكبر قدر ممكن من بس هو ده يا كابتن اللي هو من بدري ما هو ما بيحبش مصطفى محمد. هي قصه يعني الموضوع ما هي بص يا كابتن سيف، هي قصه لو فيها حب وكره. لا هو ما بيحبوش في الملعب فنيا. شئنا ام ابينا مصطفى محمد فرود بيلعب في الدوري الفرنسي. يعني ايه بيلعب في الدوري الفرنسي؟ زيه زي الباك ليفت بتاع تونس علي العبدي، زي ده. يعني انت بتتكلم برضو في ليفل بيلعب في دوري محترم. تمام. بقاله 7 سنين ولا 6 سنين في اوروبا. فشئنا ام ابينا، هو بقى يقول عليه ربع، يقول عليه نص، ده رايه هو. انما راي الناس الخبراء بتوع الكوره، واخد بالك، في فرنسا لا، بيقولوا مصطفى محمد فرود، بدليل ان يعني معلش يعني ان ما جاش راح كده رحله وقام جاي، لا ده مكمل ومستمر. فهو فرود كبير يعني. ما ينفعش باي حال من الاحوال تلعب عليه صلاح محسن واسامه فيصل. يعني خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. طب ده محتاج بقى وقت، محتاج يعني ان انت تديله اكبر قدر ممكن من الوقت عشان يقدر برضو. انت النهارده مين فرودس راح معاك؟ انت مين؟ هو معتمد على مرموش. احنا بنتكلم فنيا. مرموش اللي خرجه في مباراه جنوب افريقيا وكان تغييره علامه استفهام. طب النهارده برضه رامي ربيعه السردباك الوحيد اللي لعب ماتش واحد. تمام كده. انت بتقول ان انا المفروض بعد البدلاء. طب ما ياسر ابراهيم مجهد من مباراه جنوب افريقيا وعمل مباراه وجيم جامد جدا. تمام. الاولى ان هو ده اللي كان يريح، هو نزله في الشوط الثاني، وتدي محمد اسماعيل او تدي رامي ربيعه، واخد بالك. هو بدا محمد اسماعيل وبين الشوطين نزل ياسر ابراهيم مكان محمد اسماعيل. يعني برضه يعني هو في حاجات. وامام عاشور، كابتن حسام امام عاشور ما لعبوش خالص. احنا للاسف في حاجات لما بنيجي نتكلم فنيا احنا مالناش علاقه بالصعود والفرحه. احنا كلنا سعداء، احنا كلنا مبسوطين. 7 بونت اول مجموعه، واخد بالك، وشرف كبير جدا لينا
ان احنا نوصل لدور ال 16 ان شاء الله بامر الله، ربنا يرضينا. هنكسب بنين وهنوصل لابعد حته موجوده في البطوله. حلو. بس احنا دلوقتي بنتكلم، احنا عاوزين نفهم هو كابتن حسام يعني هو كابتن حسام بيعمل ايه؟ شويه امور فنيه بسيطه. يعني هو كل ما يتكلم يخرج يقول انا مع فرحه الشعب المصري، مع فرحه. يا عم حد قال لك ان احنا ضد؟ ما احنا بقى الشعب المصري، احنا اكتر ناس فرحانه. تمام. انما اطلع يا كابتن حسام كلمنا في الفنيات، يعني كلمنا قول لنا انا ما لعبتش المباراه دي امام عاشور ليه؟ تمام. رغم ان هو ده اولى واحد يجهز. لان امام ما عندوش برضه فورمه المباريات. تمام. وكان بعيد بقاله فتره. ايه رايك في ابراهيم عادل؟ لعيب كويس جدا. ما هو احنا قلنا ابراهيم عادل لما نزل يعني هو صنع الفرق وخلى لنا شكل هجومي كويس جدا. يلعب على تريزيجيه؟ نعم. يلعب على تريزيجيه؟ طبعا بمنتهى الامانه ابراهيم عادل يلعب. ابراهيم عادل عنده حلول افضل من تريزيجيه. بس هي لو الموضوع هيتشخصن اهلي وزمالك، احنا هنقابل انتقادات. يعني مثلا في الحلقه دي هتلاقي ناس عماله تشتمني وتريزيجيه، لان بس ناس هتقول لك يا كابتن المجهود البدني بتاع تريزيجيه تفوق عليه، وانت في الماتشات دي بتحتاج مجهود بدني اكبر. تريزيجيه الدور الدفاعي بتاعه. هو انا المجهود البدني اعمله واغفل الحلول الفنيه. يعني اللي عنده مجهود بدني وحلول فنيه الوحيد مرموش اللي بيجمع بين الحاجتين، بيجمع بين الاثنين. ده مش احنا اللي بنقول، ده اداؤه في الملعب. والغريبه ان هو لما بتيجي السحلب عليه سكر يا صاحبي. الغريبه لما بتيجي تغيره، طبعا مرموش لعيب مؤدب جدا ولعيب يعني اتفرج بقى على تريزيجيه وهو خارج، واخد بالك؟ يعني قال يعني الواد مثلا ايه جايب سوبر هاتريك مثلا، واخد بالك، وعامل كل حاجه في الكوره. تريزيجيه بيطص في الناس يا كابتن سيف، بتوع الكوره. انما لو هتشخصنها اهلي وزمالك هيطلع ناس تقول لك ايه تريزيجيه يا راجل ده اجمد لعيب من وجهه نظرك انت. احنا بنتكلم على احنا يعني معلش كابتن حسام كان المفروض يستفيد من المباراه الثالثه في اراحه بعض الناس. تمام. واكساب الثقه لناس تانية. طيب ماتش بنين، انت اتفرجت على فرقه بنين، ايه شايف فرقه بنين؟ فرقه في المتناول مش في المتناول؟ صعوبه الماتش هتبقى في ايه؟ صعوبه الماتش خد بالك ان فرقه بنين بتحقق انجاز لاول مره في تاريخها في افريقيا. اول فوز عملته على بوتسوانا. النهارده لما توصل لدور ال 16 فانت بتتكلم في انجاز يعتبر ليهم، حتى لو خرجوا هيعتبروه ده انجاز تاريخي بالنسبه لهم. حلو. فهيلعبوا المحاوله للوصول لابعد مكان، يعني هم يكسبوا بتاع الكلام ده كله. فهتلاقي عندهم اريحيه ان ما عليهمش ضغوط زينا. احنا هيبقى علينا ضغوط كبيره جدا 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 جدا. ليه؟ اولا كل الجماهير مستنيه صعودك للدور الثاني. تمام. ومش هتقبل الاسم على اي حاجه. كله انت اللي مرشح. بالتالي انت حطيت ضغط نفسي وعصبي عليه. حتى لو ان بنين من اضعف الفرق اللي موجوده في البطوله، ده برضو يمكن من نعم ربنا ان احنا يعني في الدور ده بنلعب بنين. انت لو كنت هتلاعب الكونغو ولا هتلاعب السنغال ولا هتلاعب مالي ولا هتلاعب اي حد من دول، لا الموضوع كان هيبقى صعب قوي. تمام. فانا شايف ان في المباراه دي فيها ضغط نفسي وعصبي على اللعيبه. صعوبته للماتش سهل، فاللعيبه ممكن نازله مستسهله الماتش. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الجمهور مش هيقبل باي فوز على بنين الا لما يكون فوز بشكل كويس. مش الدرجات دي يا كابتن، اصل انت برضه بتلعب دور 16. اديني اي مكسب ان شاء الله الجاي يكسب ببيلن مش بيلن. يبقى احنا كده وصلنا لنقطه اللي احنا بنتكلم فيها من الاول، اللي هي انت مختار. انت راجل عايز تتفرج على كوره. ما انا ما الناس بتقول لك لا اديني مكسب واكسب ومش مهم الكوره. بص يا سيف احنا يا كابتن بس اقول لك هي البطولات المجمعه دي بطوله مجمعه كلها عباره عن 5-6 ماتشات. عايز فيها كوره ولا عايز فيها نتيجه؟ الاثنين صعب. انت مش في وقت الاثنين. عارف ليه الاثنين؟ وانت النهارده انت لما تيجي تتفرج مثلا، يعني امبارح الناس مستمتعه بمباراه المغرب وزامبيا. يا كابتن المغرب عندها اساس شغالين عليه بقالهم سنين.
انت لسه خارج من كبوات وخارج من مديرين فنيين قبل كده، فانت بالنسبه لك دلوقتي انت دلوقتي في موضع لا انا عايز نتيجه. ده الموضع بتاعك. المغرب دلوقتي بناء على سنين الشغل، لا انا عايز هتتفرج يعني هتلاقي مش ما عندكش شغل، انت ما عندكش لسه فلسفه. ده الامر الواقع. فلسفه ومنطق تجيب ملحق. يعني لو جمعت انت مالكش شكل في الملعب، لو جمعت الاثنين تشيل الماده دي. انت مالكش شكل في الملعب. المغرب ليها شكل. بص يا سيف، اقول لك على حاجه. طب اقول لك بقى على حاجه، والله العظيم الناس وهي قاعده بتتفرج بيبقى نفسها تشوف جمله، واخد بالك، وتشوف مثلا باص. يا عم سيبك بقى من الكلام ده. اقول لك انا على حاجه، بقول لك على نبض الناس. ماشي اقول لك انا على حاجه بقى. انما الناس اللي بتتفرج بظهرها دي انا مش يا عم اقول لك انا في ناس بتروح الاستاد بتتفرج بظهرها. انا مالي ومالك؟ انت راجل عمال تتفرج على الجمهور. طب والملعب ده ايه؟ طب انت بتقول المغرب، انا بقول لك يا عم مصر لو لعبت المغرب مصر هتكسب. مصر لو لعبت البرازيل هتكسب البرازيل. ليه؟ مش احنا اتفقنا الموضوع اللي انا قلت لك عليه اللي هو ايه؟ احنا في رجب والدعوات مستجابه، فاحنا بتسافر. الدعوه بص، الدعوه اقول لك على حاجه. هو انت لما يبقى قاعد جنبك مثلا احمد ايش ولا مثلا اشرف ولا الناس دي اغلب من الغل هتلاقيه ماسك علبه الكشري، واخد بالك، بيقول لك جول، وهتلاقي داخله هتخبط في رجل واحده وتندم. هي ماشيه معاك، هي ماشيه بقى خلاص. انما احنا مغرب ولا سنغال ولا اي حاجه. احنا بنقول ايه يا جدعان؟ احنا عاوزين نتفرج على كوره. ايه المانع؟ كوره فيها تحولات، فيها سرعات، فيها قوه. يعني انت النهارده بتيجي تتفرج على، يعني انا قلقان من قوه الفريق البنيني في سرعاته وتحولاته. تمام. ممكن يكون فنياته قليله بس عنده كميه سرعات وتحولات يا سيف وقوه. فرقه متماسكه، لا متماسكين بدنيه جايه داخل الملعب. انا اخشى الضغط النفسي والعصبي اللي هيتعمل على المنتخب، واخد بالك، ان المنتخب قليل وان المنتخب مش عارف ايه وده بنيني يعني هيبقى عامل سلبي عليك. عارف لو الموضوع بقى سلبي كده لا قدر الله هتبقى مشكله كبيره جدا. لان بقول لك الكوره ملهاش كبير. كمان في حاجه فنيه كمان يا كابتن، ماتش جنوب افريقيا انت بتلاقي فريق هو اللي مستحوذ وهو اللي بيمسك كوره، وانت كنت واقف وبتلعب على الهجمه المرتده. عشان كده كنت ماتش بتاع بنين مختلف في ايه؟ ان انت بتلاقي الفرقه هي اللي هتقف، انت اللي محتاج تبقى انت الفاعل، مش انت ردة الفعل، مش باقي على حاجه بالظبط. فانت دلوقتي انت اللي مطالب تروح وتضيع وتحط وتمسك كوره ويبقى ليك شكل ويبقى ليك استحواذ. فشايف ان حسام حسن هيعرف يعمل ده. هو بقى التوليفه اتمنى من الكابتن حسام، يبدا. هو خلاص هو اعتمد 3 ورا، اعتمدها تمام. هو مش هيغيرها طول البطوله يا كابتن. اتمنى ان مرموش يبدا من ناحيه الشمال، مرموش في الجناح حاجه كده. يعني انت بتتكلم في لعيب عنده كميه حلول غير طبيعيه. حلو. يقعد تريزيجيه لاعب مرموش من ناحيه الشمال، واخد بالك، ويلاعب صلاح من ناحيه اليمين. تمام. ويلاعب زيزو فوق الناس من جوه. حلو. يعني فوق مروان، واخد بالك، ويا سلام بقى لو لعب هو طبعا اكيد هيلعب بحمدي فتحي وسط السنتر باكات ومروان عطيه. تمام. فانا اتمنى، طب اعملها مره يا كابتن حسام، لاعب واحد من الاثنين، يا حمدي يا مروان. تمام كده. ولاعب امام وزيزو، لاعب امام وزيزو تمانيتين. تمام. ومرموش وصلاح، واخد بالك، ومصطفى محمد. الشكل ده واخد بالك. ده مناسب لماتش بنين ولا انت بتتكلم على البطوله كلها؟ هقول لك على حاجه، والله العظيم مناسب للبطوله كلها. ليه؟ انت عندك سرعات غير طبيعيه فوق وخبرات. محمد صلاح ومرموش من الناحيه الثانيه. تمام. وجوه مرموش امام وزيزو. تمام. ومعاهم حمدي فتحي وقعد مروان. يعني اتمنى، لان مروان من الديفندرات اللي هي يعني هو وحمدي الاثنين هتبقى كوره رخ يعني. بس هو بيلعب حمدي دلوقتي ليبرو يا كابتن، ما بقاش يلعبوا ديفندر اصلا، بيلعبوا ليبرو، وهو مش هيغير الطريقه دي يا كابتن. يعني خلينا نتفق اللي هو مش هيغير 3، حمدي ليبرو وعلى يمينه ياسر وعلى شماله ربيع. ده اللي بيخلي عندنا بطء في التحول، وبطء في ان الكره تبقى لقدام على طول، وبطء يعني. انت خايف من ايه؟ يعني هو كابتن حسام خايف من ايه في ماتش بنين؟ ما هي دي الفكره بقى، انت ماتش بنين هتلعب برده ب3 من ورا. طب ولا انت في الماتش ده كده، واخد بالك، احمد ربنا ان انت ما اتكعبلتش في السنغال مثلا او كونغو او مالي مثلا، واخد بالك.
دول بقى لا هياكل معاهم حمدي ولا مروان ولا واخد بالك. فانت النهارده ربنا من عليك وجاب لك بنين، تمام. طب هتحاول تطبق الشغل ده بس. هيقول لك يا عم انت مين انت عشان تنصحه يا عم ما احنا بقى معلش ما تخليش اتنين ديفندرات ما بيعرفوش يباصوا بيخلوا شكلنا في الطلوع بالكوره وحش، انما امام لعيب كوره واخد بالك. زيزو عنده سرعات وانطلاقات كويسه من القلب، تمام. صلاح محطه محترمه بنطلع عليه هو ومرموش، تمام. ومصطفى محمد ومأمنين بحمدي بالواد حمدي فتحي واخد بالك. ومش ضروري مروان يعني. ده شكل مناسب لماتش بنين. ده شكل. وممكن ايه كمان، وممكن والله العظيم كمان مره ممكن تبدا باحمد فتوح. كنت لسه هيجي لك في فتوح. ابدا باحمد فتوح وابدا بمحمد اسماعيل واخد بالك ورامي، او ابدا برامي وياسر. يعني ايه حاجه من الاثنين، تمام. هو ثبت والله العظيم 3 هيبقى شكل محترم، تمام. انما انت هيرجع برضه هيقول لك اصل هم دول الاساسيين. مش حاجه اسمها اساسي واحتياطي في الكلام ده خالص، معلش يعني. في حاجه اسمها ايه المناسب الشكل بتاعي للعب اللي ينفذ الخطط بتاعتي. ما انت واخده ليه معاك البطوله؟ يعني انت واخد الناس دي معاك ليه؟ المفروض انت واخدها ستاند باي 28 لاعب على أهبة الاستعداد لتنفيذ كلهم جاهزين، كل الخطط والشغل اللي انا ممكن اشتغله. فهي دي اتمنى، بس طبعا هو الكلام ده مش هيحصل. هو تاني التشكيل انا بقول لك رامي ربيعه وياسر، رامي وياسر واحمد فتوح ومحمد هاني، تمام. حمدي فتحي، امام وزيزو تمانيتين، وصلاح ومرموش ومصطفى محمد. ده التشكيل المناسب لماتش بنين من وجهه نظر كابتن ياسر راشد. لو عمل التشكيل ده كابتن حسام لا يخلي عندنا سرعات في التحول والكره تبقى لقدام على طول باستمرار، واخد بالك. فهيبقى شكلنا كويس جدا. طيب شايف دلوقتي كده شكل منتخب مصر، وباذن الله خلينا نقول، مع ان انا مش عايز اقولها، بس ماتش بنين على الورق المفروض انت 70% ليك. هي دي بقى المشكله بقى يا سيف بقى، ان ايه الناس كل الناس لما تقابل اي حد هتقول لك يا عم بنين ايه؟ بنين فرق كوره ومش هتبكي على حاجه. مش هتبكي والله العظيم هتبكي على حاجه. هتلاقيهم عاملين الماتش العمر. ليه؟ هم وصولهم لدور ال 16 ده في حد ذاته انجاز. ده اول مره في حياتهم يكسبوا مباراه في بطوله. ماتش بوتسوانا ده بيقول لك ده الماتش التاريخي ليهم. يعني كل مشاركاتهم في افريقيا ما كسبوش ولا مباراه، تمام. يتغلبوا يتعادلوا. دي اول فوز ليهم، وهو ده الفوز اللي وصلهم. يعني ده الفوز ب 3 بونت. فانت الضغط عليك انت. انا اخشى من اللعيبه الضغط ده هيبقى ناتج مننا احنا كجمهور. الجمهور هم اللعيبه برضو ايه فاهمه ان احنا فاهمين. فيقولوا ايه؟ اقول لك ده 3/4 الناس هتقول لك ايه ده بنين يا عم وبتاع، ده احنا مطالبين ان احنا مش اقل من 2-3، تمام. وانت عشان تجيب 2-3 في فرقه هتبقى مرصوصه لك وعندهم سرعات وعندهم تحولات وعندهم قوه، ماتش هيبقى صعب. فلازم الكابتن حسام يعني برضو ايه يعني يبقى في لعيبه جوه الملعب عندها حلول اكتر من كده. طيب بنظره عامه كده، عارف ان انت متابع كويس قوي البطوله، شايف مين المنتخب الاقوى دلوقتي البطوله والمنتخب المرشح الاول للبطوله؟ هو طبعا احنا والله العظيم. انت شايف منتخب مصر مرشح؟ طبعا. واحنا فرقه قليله، احنا فرقه بس عارف انت يعني تمشي معاك زي ما هي ماشيه كده في الادوار الاقصائيه، تمشي معاك كده واحده خطوه. يعني واخد بالك احمد ربك في دور ال 16 ان انت ما اتكعبلتش في الكونغو، في مالي. كان الكونغو او السنغال. انا بقول لك كونغو والسنغال مالي، واخد بالك ال3 فرق دول عندهم كميه تحولات وسرعات يا سيف مش طبيعيه، واخد بالك. طيب مين تاني ممكن القرعه خدماك؟ مين تاني اللي ياخد نفسه؟ ما انا بقول لك اهو، الفرق اللي هي مرشحه احنا والمغرب ومالي والكونغو. فاجئت البطوله لحد دلوقتي. بقول لك الكونغو، السنغال، يعني انت بتتكلم برضه ايه في 4-5 فرق. لا يعني فرق تقيله، وخصوصا فرق. بقول لك انا مفاجاه البطوله مالي. تاني مفاجاه البطوله، مع انهم ما كسبوش ولا ماتش على فكره، تعدوا 3 ماتشات. انا هقول لك بس فرقه مالي من الفرق المتكامله جوه الملعب
انت كل ماتش حاجة. المغرب بتاعهم كيفوك. بقول لك ده مسكوا المغرب موتوهم. كان قاعد بيتفرج على ماتش المغرب ومالي كان مبسوط قوي بقول لك ايه، مسكوا المغرب قسم بالله، قسم بالله كمان مره ان مسكوا المغرب غسيل ومكوى، غسيل ومكوى في كل حاجه، لدرجه ان بقول لك ايه، الصحافه المغربيه والبطوله مقامه هناك، الصحافه المغربيه الدنيا اتقلبت على وليد الركراكي. هي الدنيا اصلا الدنيا هناك. ليه؟ لان الصحافه المغربيه بتوع كوره فبيقولوا الحقيقه. يعني ايه؟ يعني انت وحش يبقى انت وحش على طول، فمسكوه سلخوه هناك. فهو كان جاي ماتش زامبيا، يعني اكون او لا اكون، تساؤلات، انت ما بتلعبش حكيمي ليه؟ انت مش عارف، انت مصر على السيبيري ليه؟ انت مصر على مش عارف ايه، واخد بالك؟ ده طلع دياز، ده وليد عيمي في الماتش ده وطلع ابراهيم دياز في ماتش مالي، واخد بالك؟ يعني ابراهيم دياز ده طبعا بيلعب في الريال، مش بيلعب في جود بالبيس، لا يعني في الريال وطلع عادي يعني انما طبعا احنا عندنا في حاجات يعني خليها ماشيه، خليها ماشيه بقى يا كابتن بقى، انا عارف ان انت هترميها وخليها ماشيه. اخر دقيقتين صلاح طالع برضه، ما لسه بدري يعني، لسه بدري لسه بدري ايه، احنا مسافرين، احنا مروحين يعني. طيب توقعاتك لماتش مصر وبنين كده سريعا؟ ما هو ان شاء الله باذن الله هنكسب، وهيكون في، بس هو بس يعني ايه، يعني كابتن حسام يعني يحن علينا ويشتغل باللي احنا بنقول عليه ده، مش يعني يا عم انا اقل واحد في الدنيا، ما تاخدش برايي، بس انا بقول لك اللي الناس شايفاه، والله العظيم الناس شايفه كده، الناس شايفه ان امام لعيب كوره جامد قوي، تمام، وكنت المفروض تلعبه تجهزه في مباراه انجولا، تمام. مرموش لعيب كبير قوي ما يخرجش، مصطفى محمد راس حربه، محمد فروت جامد قوي، واخد بالك؟ الواد محمد اسماعيل سيرد باك محترم، تمام. فتوح يلعب على اي حد، فتوح يلعب على بس هي كلها وجهات نظر فنيه يا كابتن، احنا بنحترمها ويحترم. واحنا معاه للاخر، وهقول لك على حاجه، ودي اختياراته. وانا ما احترمتش حاجات حسام حسن وجهه نظر فنيه، ده خلي بالك حسام لو حطني في دماغه ده يعني بقول لك يا كابتن، انا بحترم رايك، بحترم راي كابتن ابراهيم وراي اي حد عودة العلاقات طرفك، انا ما اقدرش خلي الحقيقه والله. ده انت ماسكه خسته من اول البطوله. لا والله ابدا، هو كابتن حسام خلي بالك، كابتن حسام في الكوره ما حدش هيجي زيه، في الانجازات ما حدش هيجي زيه، وفي التدريب، في التدريب هو المفروض برضه ايه يعني يساعدنا احنا نتفرج على كوره، يعني والله ما بهزر، احنا عاوزين نتفرج على كوره كابتن، زي انا ساعات اقعد اقول كده يا سيف، هي الكوره اللي بيلعبوها الافارقه دي ايه؟ كوره، واحنا كوره، يعني هي دي كوره، احنا عندنا بطء غير طبيعي، احنا عاملين زي العيال الصغير اللي بيحبى يا كابتن، بنحاول نمشي ونسنده كده والدنيا ماشيه، وسيبه يمشي ونسنده والدنيا ماشيه وبنين وبتاع، وهنخبط هوب هتلاقي نفسك قبل نهائي، هوب في نهائي، واديك قلت رجب الدنيا ماشيه، وانا تكمل ونبقى بينا في دور الثمانيه بنين وبنسوانا، واخد بالك؟ والسلام عليكم، ونوصل للمغرب بقى وايه، وفارس لفارس. بشكرك يا كابتن حبيبي يا سيف، الله شكرا ليكم، باذن الله اقابلكم بعد ماتش مصري وبنين، ومصر تكون واصله كده وصاعده لدور الثمانيه باذن الله، وشكرا لوقتكم.